السلام عليكم. انا عاوزه اخد رايكم في حاجه، وعاوزاكم كمان تفيدوني. انا متجوزه بقالي 2 سنين، متجوزه ابن خالي، وعلاقتي مع جوزي كويسه جدا جدا ومفيش اي مشاكل ما بيننا الحمد لله. بس اللي حصل بقى قلب حياتي كلها رأسا على عقب. من فتره كده لقيت واحد بيكلمني، اللي كان بيكلمني ده كان حب 9 سنين، كنا بنحب بعض جدا وكنا متفقين على الجواز. بس بعد شوية كده قال لي انا مش قادر اكمل معاكي، انتي تستاهلي واحد احسن مني، ظروفي ما تسمحش ان احنا نتجوز في الوقت الحالي. المهم سيبنا بعض. المهم بعد شوية لقيت ابن خالي بيحاول ان هو يتقرب مني، قلت اهو جوازة والسلام. المهم اتجوزته، وبعد ما اتجوزته كان معيشني عيشة حلوة جدا، وكنت سعيدة جدا معاه، وكان بيلبي لي كل طلباتي ومش مخليني ناقصني حاجة خالص. بس حياتي اتقلبت بقى زي ما قلت لكم لما الشخص اللي كنت بحبه ده الاول كلمني وقال لي ان انا عرفت قيمتك دلوقتي، ورجع بقى يكلمني من تاني وانا متجوزة. وبصراحة انا بحبه وضعفت جدا من كلامه ليا، بس انا خايفة اخسر جوزي، وفي نفس الوقت اكتشفت ان انا لسه بحب التاني. ما هو كان حب 9 سنين، مش سهل ان هو يتنسي. فانا مش عارفة اعمل ايه، قولولي اعمل ايه. جوزي محترم جدا وكويس معايا، بس مشكلته ان هو بخيل في المشاعر لانه مشغول على طول. وانا كنت دايما اتمنى ان هو يقولي حتى كلمة حلوة ويهتم بيا، بس للأسف هو مش معايا كده خالص. علشان كده بحن الحب الاولي. قولولي بقى اعمل ايه، انصحوني. انا خايفة جدا جدا ان جوزي يعرف حاجة زي كده، لان كده هتفضح وسط اهلي، لان هو قريبي وانا مش عارفة اعمل ايه. دلوني بالله عليكم، ويا ريت بلاش بقى حد يشتم او يغلط بالكلام. انصحوني بس اخرج من ده ازاي لو سمحتوا. ده كلام صاحبة القصة، فمن فضلكم محدش يشتمها في الكومنتات ولا حد يقول كلمة جارحة. بص يا ست الكل، اولا انتي جوزك بتقولي ان هو كويس ومحترم واخلاقه عالية. طيب الست عايزة ايه تاني غير كده؟ اولا حبيبك الاولاني ده اللي انتي بتقولي عرف قيمتك دلوقتي، لا ده هو معرفش قيمتك، هو عايز يطول منك اللي يقدر يطوله. طب ما انتي كنتي في ايده من زمان، ليه سابك دلوقتي عرف قيمتك؟ هو عارف قيمتك بس عشان انتي متجوزة، فيقدر يعمل معاكي اي حاجة هو عايزها. ما تسيبيش نفسك للشيطان، واحمدي ربنا على النعمة اللي في ايديكي، وحاولي تقطعي اي اتصال بينك وبينه تماما. واحدة واحدة كده قربي من جوزك وهتحبيه اكتر من اي حد تاني. مفيش واحدة جوزها بيديلها كل الاهتمام والحب ده وما تحبهوش. مش شرط الكلام الحلو بيكون مقياس لحياة زوجية سعيدة. وخلي بالك انت بتعملي مصيبة كبيرة، ان انت بتكلمي واحد وانت متجوزة، وده اكبر حرام. اقطعي اي وسائل اتصال بينك وبين الولد ده، اعملي له بلوكات من كل المنصات لو سمحتي، لان انت كده حرام اللي انت بتعمليه في نفسك ده. اتقي الله في نفسك قبل ما تتقي الله في جوزك، لانك بتعملي كبيرة من الكبائر. انت بتخوني جوزك حتى لو بكلمة. مستنيه اعرف رايكم في التعليقات، واعذروني على صوتي ده كده علشان عندي شويه برد. ادعوا لي بالشفاء ان شاء الله، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. سلام عليكم.